منتخب المغرب إلى ربع نهائي كأس العالم تحت 17 سنة. كأس مغربية سباق، كأس مغربية إن شاء الله. احنا باقيين معاكم هنايا. شكرا. تلفينا إن شاء الله. اللهم يسر. منتخب المغرب ما عنده واسطة، ما عنده شيء اسمه تمثيل مشرف، لا يدخل أي بطولة يدعس على الكبير فيها ويطلع منها. جه الوقت اللي الكل لازم يعترف فيه بالكرة المغربية وتطورها في آخر 3-4 سنين. اقسم بالله مو طبيعيين. المغرب دارسين كرة فعليا، بدأوا يصنعوا التاريخ بجميع الأجيال. منتخب المغرب اللي كان بيودع كاس العالم للناشئين بالخساره قدام اليابان في اول البطوله، بعد كده الخساره قدام البرتغال بالسته، ولكن والله وعملوها المغاربة ورفع راس العرب وأفريقيا حاليا. السلام عليكم. حيدو عسيلات فاقوا من الناس، وليدات باها فاقوا من الناس. فيك كنتم مخبيين علينا هادشي، فيك كنتم مخبيين علينا هاد اللعب وهذا الاستمتاع هذا وهذه الفرجه. المنتخب الوطني تحت 17 سنه تيتاهل للربع النهائي في كاس العالم في قطر من بعد ما فاز على مالي نتيجه واداء. أسود الأطلس الصغار عمرا الكبار أفعالا، المنتخب المغربي تحت 17 عام إلى ربع نهائي كأس العالم للشباب تحت 17 اليوم بعد مباراة وفوز مستحق ب3 أهداف مقابل هدفين. Ils vont me rendre ouf les gars, ces gamins. Ils vont me rendre fou, malade. Les amis, le Maroc, les U17 du Maroc qui s'imposent 3-2. Donc تحت عنوان لا يوجد أخطر من منتخب عاد من الموت. نبيل باها رد على المشككين. نبيل باها قدها وقدود، ودائما اذا تبغي راهن على الفريق المغربي في كل فئاته. بالضبط صحيح. ونبيل باها اثبت مباراه عن مباراه ان على اتم الجاهزيه، استعداد، قراءه، تغيير، نتيجه، دائما البصمه موجوده. العمل هو اللي يرد على المشككين، ليس بالكلام بل بالافعال. ونبيل باها قد الافعال، والف مبروك للمنتخب المغربي، وان شاء الله عقبال النهايه ان شاء الله. المغرب حتواجه البرازيل في مباراة معادة لنهائي قارة افريقيا تحت 17 سنة بين المغرب ومالي. يقال ما في أخطر من رجل عائد من الموت، فكيف إذا كان منتخب وبلد عائد من الموت؟ المغرب اللي كان خارج كأس العالم بالمباراتين الأوليتين اليوم صار بربع نهائي كأس العالم بعد فوزه على مالي 3-2. المغرب اللي عمل أكبر نتيجة بتاريخ كأس العالم. المغرب زنبق مالي، مغرب الزنبقه. البارح اول امبارح زنبق امريكا اللي ما حدش بيزنبقها ومزنبق العالم كله. النهارده زنبق مالي 3-2 وصعد لدور ربع النهائي.